إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كهربا عنده يعني عرض من الشارع الإماراتي، وفي اتجاه ان يتم الموافقة عليه علشان يدفعوا الغرامة المالية بتاعة الزمالك. شايف ان الاتجاه ده اللي بيفكر فيه النادي الأهلي ان هو يدور على عرض الكهربا علشان حد يدفع الغرامة، او الأهلي هو الأهلي ملوش علاقة، هو مش هيدفع يعني. تضحك على ايه؟ هم بيزحلقوه. يعني واحد بيهدف في ماتش الزمالك وماتش أسوان وماتش سموحة، لعب 4 ماتشات جاب 3 اجوان، وما تمسكش فيه بايدك واسنانك. ده هو لسه ما اكتملش البدني بتاعه. انا مالي بقى، ما انت الا انا مالي يا كابتن رضا، هم بيساعدوه علشان يدفع الغرامه، هو اللي يدفع الغرامه، لان النادي الاهلي ملوش علاقه. في محبين كتير يدفعوا الغرامه. مين اللي هيدفعها يا كابتن رضا؟ 2 مليون لا، ما انت لو ميلت النادي يعني الاهلي، اسمع بس فوق ال 2 مليون اسمع دولار. لو انت ليك مزاج هتميل هنا وهنا وهنا هيميل ليه؟ طب ما هو ممكن يعني يبيعوا او يعيروا ايا كان. طب هو لو باعوا هيستفاد النادي الاهلي؟ ما هو ده بيستفاد اهو. ازاي بقى؟ النادي الاهلي يا كابتن رضا انت بايعه ليه؟ ما بينساش ولاده. مين اللي قال الكلام ده؟ اهو مع الكهرباء، انا بتكلم مع الكهرباء. ما هو انت لو يعني ايه مين اللي قال الكلام ده؟ يعني لا، مع كل ولاد اسمع النادي بس، سيبك من الاونطه دي، سيبك من الاونطه دي. لا مالهاش علاقه، انت مش حسام عاشور النادي الاهلي. طب حسام عاشور فين؟ لا ثواني بس، هادي خشبه فين؟ ما ترد عليا. لا انت مش من ولاد الاهلي، انت بتزعلني. انا مش ابن النادي الاهلي، انا مش ابن النادي الاهلي. طب ماشي، حسام عاشور فين؟ حسام عاشور ماله؟ حسام عاشور مش ده من ابن النادي الاهلي؟ ماشي، هو اللي اختلف. لا هو اللي اختلف. بلا هادي خشبه فين؟ هادي خشبه موجود فين؟ هو هادي خشبه اشتكى لك؟ لا، انت بتقول لي ما بينساش ولاده، ما تبطلوا بقى. هو انتوا لازم تستقبلوا؟ هو انت لازم تمسك الطبله انت كل واحد يا كابتن رضا يختلف معاك فتقوم قايل له تمسك الطبله. اختلف ايه؟ لا مالهاش علاقه بتمسك الطبله. وربنا ده انت طب اقول لك على حاجه، بلاش الطبله، بلاش الطبله. انت ماسك الرضا، انت ماسك الرق، كابتن رضا، انت ماسك الرق. لا يا كابتن رضا، لا بمسك طبله ولا رق ولا بسقف لحد. بس يا كابتن رضا، النادي الاهلي بيقف جنب ولاده. فين ده؟ المخلصين. طبعا. كابتن رضا اهدى بالله. لا انت اللي تهدى بقى وصلي على النبي عشان ما نفلتش البرنامج. لا خلينا نروح. ما انا بسالك على واحد اهو، حسام ابراهيم مش ولاد النادي؟ مالهم حسام ابراهيم؟ هو مين اللي مشي النادي؟ ما انتوا اللي مشيتوه، النادي الاهلي اللي مشاه. انتوا اللي مشيتوه. انا لا انا اهلاوي ولا لا يعني النادي الاهلي اللي مشاه. تاريخ. ويقوم جايين حاطين لك اشاعه، الناس كلها تمشي ورا الاشاعه وتسيب الحق. انهي اشاعه يا كابتن؟ يعني ان اصل كنا عايزين نجدد لحسام وابراهيم لا، وهم مشيوا هو الكابتن ثابت البطل الله يرحمه كان قال ده يا حبيب قلبي وقت الخلاف. هقول لك على حاجه، حسام ابراهيم مفيش مدير كوره جه النادي الاهلي غير سمع وطاعه. اسمع اللي بقول لك، ما يقدرش ياخد قرار من دماغه، هم اللي بيقولوا له يقعد او يمشي او بسك عليه. بس بسك عليه دي اوعى بقى، خلاص كده جابوا. لا مفيش بسك والنبي، وغلاوتك في بسك عليه كابتن رضا. يعني بلاش التعبيرات دي. ايه بسك عليه دي؟ مدير كوره في النادي الاهلي او بس خلينا ما بياخدش قرار الا الاداره اللي بتقول له عليه. خلص عليه، بلاش بسك عليه، خلص عليه. ثابت البطل كان انت بتبص لي كده ليه؟ ثابت البطل هتمسك الرق؟ لا عمري ما امسك الرق. انت اللي ممكن تمسك الرق. انا عمري ما مسكت الرق. خلاص، انا لو كنت بمسك الرق بالظبط. هقول لك على حاجه، لو انت بتمسك الرق انا برضه عمري ما بمسك. انت عارف انا لو مسكت ولا الرق انا مش بتاع وغلاوتك، ما كنتش هبقى قاعد معاك كده ولا انا. وربنا لو بمسك الرق كان زماني دلوقتي ماسك حاجه في المنتخب. ثابت البطل كان راجل الله يرحمه، راجل قوي جدا جدا. طارق سليم كان راجل محترم جدا جدا. اللي موجود دلوقتي سيد عبد الحفيظ من انظف ومن اقوى مديرين الكوره اللي جم في النادي الاهلي عبر تاريخه. ماشي، انا بقولها لك بمنتهى ماشي. انا ما اختلفتش معاك، بس
مفيش ده قرار. طبيعي يا كابتن يابا رضا. لا، ما اصل انت كابتن بتقول لي رضا، يعني اقوى. انا النهارده مدير كوره، انت حضرتك لعيب في النادي الاهلي او في الزمالك او في اي حته، النهارده في خلاف مع اداره النادي، هتقعد انا هقعدك؟ مستحيل. يبقى دي سياسه عامه، في سياسه عامه لا، جوه لا، النادي. أصل انت بتقول حاجه. ما انت بتقول لي ان ما فيش قرار لمدير كوره. ايوه طبعا. لا طبعا. انا بقول لحضرتك زي ما حضرتك كنت متواجد في الاهلي، انا برضو كنت بغطي النادي الاهلي يا جدع انت بتغطي وعلى من على صلة الوش. قريبه. لا 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 من يا على كابتن الوش. لا لا مش من على الوش. احنا لا جوه يا كنا كابتن في رضا. المطبخ على وشايفين وعارفين. يا راجل ده كان اسمع بس، ده كانت في لعيبه، اسمع بس، ده في لعيبه كانت بتتخانق، واسمع لعيبه كانت بتتخانق، اسمع بس وتعمل، اسمع بس عشان اقول لك على الحاجه دي، عشان تبقى بس ما تقولش قوي ومش قوي. وكان يجي مدير الكره يجري يقول لهم اعمل ايه في المشكله دي؟ ده طبيعي. لا طبعا طبيعي. لا، خد انت القرار. بص، خد انت القرار في ساعتها، وبعد كده تطلعه لمجلس الاداره يصدق عليه.